أصدقائي في كل مكان أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. أهلا بكل إخواتي المتابعين في الوطن العربي. طبعا يا أصدقائي، ناس كتير جدا تابعتني في الفيديو اللي أنا نزلته عن الشبكات الهوائية. تمام، والفيديو طبعا ناس كتير تفاعلت معاه وجالي تعليقات كتير جدا عن الفيديو ده. فأنا علشان أجاوب على كل الأسئلة يا جماعة اللي جات لي، فحبيت أعمل فيديو كده مختصر للشبكات أو الأسئلة اللي جات لي. تمام، طيب كمل معايا بس الفيديو وأكيد هتلاقي السؤال اللي أنت بتدور عليه في الفيديو بتاع النهاردة. طيب أنا شرحت يا جماعة موضوع الشبكات الهوائية. طيب هنيجي لأول سؤال، نركز مع بعض يا جماعة. في حد طبعا كتب لي تعليق مهم: أنا دلوقتي ركبت شبكة هوائية وعايز أوصلها على رسيفر تاني. طيب هقول لك على كل حاجة كده باختصار. أنت دلوقتي ركبت شبكة هوائية على رسيفر موجود عندك أهو، أدي الرسيفر مثلا، وأنت دلوقتي مركب العدسة فوق. تمام. طيب دلوقتي أنا مشغل الشبكة الهوائية على الرسيفر ده، وعايز مثلا اوصل الشبكه الهوائيه يا اما في اوضه تاني، يا اما في شقه تاني، يا اما في بيت تاني، يا اما قد اخويا مثلا واصله. عندك الحلول اللي هي انت هتقدر تتحكم في اخوك. يعني انت لو دلوقتي اديت حد وصله من عندك، انت اللي هتتحكم فيه من خلال ايه؟ عندك الريسيفر اهو زي ما انت شايف قدامك، عندك في وصله الاتش دي ام اي، دي بتكون مثلا راح عليك انت. وعندك في مدخل هنا اسمه اي في، اهو هتلاقيه برضو موجود مدخل اسمه اي في اهو. تمام. طيب المدخل الاي في ده هتجيب وصله واحد في ثلاثة. ممكن تشتريها شراء وممكن تعملها على ايدك عادي، تعملها 5 متر 10 متر 20 متر زي ما انت حابب. هتاخد الوصله الواحد في ثلاثة. تمام، اللي هي دي بتدي مين؟ بتدي اخوك سواء عنده شاشه او تلفزيون. تمام، الكلام ده هتجيب وصله طويله. طيب لو انت ما عندكش الوصله الواحد في ثلاثة، هتعمل ايه؟ من خلال الفتحه بتاعه الاتش دي ام اي دي اهي، هتركب الوصله هنا. وفي موزع اللي هيظهر قدامك في الصوره دلوقتي، ده موزع اتش دي ام اي، في منه 4 وفي 8 وفي 16. انت هتجيب الموزع ده وبتوزع عليه شاشه واثنين وثلاثه. لكن عايز اقول لك، انت اللي هتبقى متحكم في كل حاجه. يعني لو قلبت عندك انت، هيقلب عند اخوك، عند اي حد انت مديه. تمام، ده بالنسبه لو انت عايز تدي حد تاني. فهتبقى انت كده مشغل شبكه واحده على رسيفر واحد، لكن انت اللي هتبقى متحكم، وهيبقى هو نفس المحتوى اللي عندك انت عند اخوك. طيب نيجي للسؤال التاني، او هو يعتبر نفس السؤال لكن متفرع منه. دلوقتي انا مثلا عايز اوصل شبكتين عندي. تمام، طب هتعمل ايه دلوقتي؟ عندك دلوقتي في السوق في عدسات معدله زي كده، في منها المخرج الواحد، في منها الاثنين، في منها الاربعه. يعني لو انت بمعنى صح عايز توصل شبكه ليك ولاخوك ولاي حد تاني، هتعمل ايه؟ هتروح تجيب عدسه بمخرجين او باربعه، بدل ما كل واحد يبقى عدسه لوحديه. طبعا كل عدسه من دول هينزل لها سلك على ريسيفر. او بمعنى صح، لو انت مركب مثلا نايل سات واخوك مركب نايل سات وحد تاني من جيرانك مركب نايل سات، بتاخد طرف من العدسه سواء 4 مخرج، وتروح موصل طبعا ايه بالنايل سات، وتنزل بدايزه. كل واحد هيبقى ليه شبكه لوحده برسيفر لوحده بكود لوحده. تمام، علشان نبقى عارفين. يعني في عدسات دلوقتي طالعه يا جماعه، عدسه معدله باثنين وباربعه. تمام، الناس اللي ما تعرفهاش او ما شافتهاش قبل كده. ده بالنسبه لو عايز توصل لحد تاني، وكل واحد هيبقى متحكم في الشبكه لوحده. تقلب عندك، تفصل، تشغل، ما تشغلش، الحاجه ترجع لك، وكود لوحدك واشتراك لوحدك وكل حاجه لوحدك. تمام. السؤال رقم ثلاثة طبعا يا جماعة، التعليق اللي جالي في حد كان جاب فني وقال له ان انت لازم تجيب طبق تاني علشان الشبكه الهوائيه. تمام، رغم انه هو بيقول ان هو عنده طبق تقريبا متر او متر وعشرين. عايز اقول لك على حاجه مهمه طبعا عشان اجاوبك على السؤال ده. طبق النيل سات يا جماعه ملوش دعوه بالشبكه الهوائيه نهائي، ده حاجه وده حاجه. طيب الفني اللي انت جبته وبيقول لك ان هو عايز طبق، هو كلامه صحيح. ليه يا جماعه؟ احنا بنحتاج نجيب طبق للشبكه الهوائيه في حاله ان انت بيكون عندك المكان واطي او المكان ضيق او قدامك اي عوائق، علشان لو شبكه بعيده لازم بتحتاج طبق، فبتركب العدسه المعدله دي على طبق. الكلام ده في حاله زي ما قلنا لو المكان واطي او المكان قدامه عوائق او الشبكه بعيده عنك. فالنايل سات ملوش دعوه بعلاقه خالص بالشبكه الهوائيه، هتحتاج طبق مثلا اقل شيء 70 سم. اما لو مفيش اي عوائق قدامك والدنيا فسح وانت على ارتفاع عالي، يبقى هتركب العدسه المعدله دي، سواء انت عاوز لواحد بس او اتنين او اربعه، على اي حاجه، على ماسوره طويله، على عصايه، على جريده، وبتوجهها ناحيه الشبكه. نيجي للسؤال بعد كده يا جماعه رقم ثلاثة. دلوقتي مثلا عندي سيسكام او مش عارف مشتري سيسكام على رسيفر، هل ينفع اشغل بيه الشبكه الهوائيه؟ طيب انا يعني السؤال ده 90% اجابته ممكن تكون عندي، ولو حد برضه متاكد اكتر مني يجاوب عليه في التعليقات. الشبكه يا جماعه الهوائيه حاليا ليها تشفيرين. الشبكه الهوائيه ليها تشفيرين حاليا دلوقتي، شغاله بحاجه اسمها البطاقه الذكيه. تمام، دي اوف لاين يعني بدون نت. يعني كل اللي انت بتعمله علشان تشغل الشبكه عندك بدون نت، كل اللي هتعمله الريسيفر عندك بيكون موجود فيه خاصيه اسمها البطاقه الذكيه. بتخش على بعد كده النسخه، بتصور النسخه بتاعه الريسيفر بتاعك، بتديها للفني او الراجل صاحب الشبكه، وهو بيفعل لك عنده لمده 3 شهور. من ناحيه الاشتراكات او الدفع، في ناس بتشترك شهر، في مش عارف 3 شهور. تمام، تقريبا الشهر اللي هي تشفير الجي شير.
أمّا البطاقة الذكية بتبقى كل 3 شهور، في ناس زي ما قُلت بتشترك ب150، 250، 220 على حسب المكان اللي أنت فيه. ده بالنسبة لو أنت عندك سيسكام مثلًا زي بتقول لي عندي forever، عندي فانكام، عندي سيسكام، لأ، هي زي ما قُلت ليها تشفيرين من خلال الGshare ومن خلال البطاقة الذكية، لكن سيسكام يعني كان تقريبًا الموضوع ده الأول لكن بطّلوه، فدلوقتي شغّالة بتشفيرين البطاقة الذكية والGshare. البطاقة الذكية طبعًا من خلال الserial number بتاع الجهاز، أمّا الGshare من خلال طبعًا إيه، بتاخد كود من الراجل وبتدخّله عندك. دلوقتي أنا ركّبت شبكة هوائية على سيفر عندي، يعني في ناس بتروح بتركّب شبكة هوائية على معالجات الGX. طيب بتلاقي في عندك الريسيفر اللي أنت ركّبت عليه الشبكة الهوائية فيه نَتشة أو فيه رعشة كده في الصورة والمباراة شغّالة. طيب دلوقتي السؤال، أنا عايز أنقل الشبكة بتاعتي على ريسيفر تاني، عادي ما فيش مشكلة خالص، عملناها كتير جدًا. أنت لو عندك ريسيفر ما ضابطش معاك على الشبكة أو السوفت بتاعه مش مناسب وفيه نَتشة وبيقطّع وكده، هتعمل إيه، كل اللي أنت هتعمله هتجيب ريسيفر تاني، تمام، وهتصوّر السيريال نمبر بتاعه تاني وتكلم الراجل بتاع صاحب الشبكة، هيحط السيريال ده مكان ده، يعني هيلغي من السيريال نمبر بتاع الجهاز ده، هيحط السيريال بتاع الجهاز الجديد، تمام، كل حاجة ببياناتك زي ما هو. هو طبعًا الراجل لمّا بييجي بيركّب لك الشبكة أكيد 100% بياخد رقم مثلًا تليفونك أو اسمك، تمام، عشان لمّا تيجي تجدد بعد كده. فالموضوع بسيط، بتنقل الشبكة من الجهاز ده للجهاز ده. طيب هل أنا هاحتاج فني في الموضوع ده؟ عاوز أقول لك الموضوع بسيط، أنت ممكن تحتاج فني وممكن أنت بخبرتك تعمل الكلام ده. يعني كل اللي أنت هتعمله إن أنت تمام على نفس الشبكة، أنا خلّي بالك باقول لك على نفس الشبكة، تمام، يعني أنت مش هتشترك في شبكة تاني لأ، أنت على نفس الشبكة لكن أنت هتغيّر الريسيفر، فهتيجي في الريسيفر بتاعك الجديد، تمام، سواء أنت كنت مركّب على معالج GX وأنا غيّرت دلوقتي للSunPlus، فهاجي في الSunPlus ده هاحط الإعدادات بتاعة الشبكة الهوائية، تمام، تقريبًا الإعدادات بتبقى كلّها واحدة لو أنت على نظام البطاقة الذكية. وبعد كده بتضيف التردد وبتعمل بحث، هتنزل معاك القنوات، ده في حالة إن أنت برضه إيه، يعني ليك خبرة شوية، وبعد كده بتصوّر السيريال بتدّيه للراجل، تمام، وهتبقى مكلّمه في الأول أو مكلّم الفني، هيروح هو عامل إيه، هيشيل لك السيريال بتاع الجهاز ده اللي أنت كنت فيه مشكلة أو بينتّش أو بيقطّع والكلام ده معاك، وهيحط السيريال الجديد بتاع الجهاز، بس بنفس الإعدادات هي، ما فيش أي مشكلة ونفس التجديد ونفس كل حاجة، يعني الموضوع سهل، عملناه كتير جدًا، جدًا، لإن في ناس ركّبنا لها شبكة هوائية على معالجات الGX مثلًا زي الكيوماكس ده، شغال زي الفل ما فيهوش أي مشكلة خالص، صورة ممتازة كل حاجة، لكن بيبقى فيه سِنّة نَتشة بسيطة أو سِنّة رعشة، فإحنا جِبنا SunPlus ضبط معانا، كل اللي إحنا عملناه إن إحنا نقلنا لغينا من هنا حطينا هنا، بس. السؤال اللي بعد كده يا جماعة، دلوقتي لو أنا مشترك في شبكة هوائية وعايز أغيّر لشبكة تاني، طيب هل أنا هاحتاج فني والّا أعمل أنا الموضوع ده بنفسك؟ زي ما قُلت لك أنت ممكن لو عندك خبرة تعمل الموضوع ده بنفسك، كل اللي أنت هتعمله أنت طبعًا هتلغي الشبكة اللي هي مغلّباك أو كل شوية بتقفل أو بتتشفّر أو خلافه، تمام، أو فيها مشكلة أو فيها تقطيع وزهقت منها وعايز تنقل لشبكة تاني. طيب هتلاقي الإعدادات عندك في الريسيفر يعتبر هي، ما عدا بس اختلاف هتلاقيه التردد، أنت هتروح تطلع مثلًا فوق لو أنت عايز ترغي مع الراجل الأولاني وهتجيب العدسة بتاعتك وبتشوف مثلًا حاول تشوف التردد بتاع الشبكة الجديدة، هو الأحسن يكون فني لأن الفني بيكون عارف الترددات، لكن أنت لو تعرف التردد هتطلع هتوجه على التردد أو على مكان شبكة تاني، أو ممكن تعمل إيه، تلغي مثلًا الشبكة الهوائية القديمة وتطلع تعمل بحث مثلًا عشوائي أو بحث أعمى في الريسيفر بتاعك، هتنزل عندك شبكة ممكن غير اللي كانت عندك الأول، وطبعًا نفس الكلام هتحتاج مثلًا تكلم فني أو تشوف صاحب الشبكة وتكلمه علشان يفعّل لك مثلًا 3 شهور أو الشهر، لو أنت عامل مثلًا بطاقة ذكية أو من خلال إيه الGshare، تمام، فالموضوع برضه يعني إيه بيعتمد على خبرتك، لو أنت ما لكش في القصة دي يبقى أنت تكلم فني عشان يلغي معاك الشبكة دي ويحط لك شبكة تانية جديدة لو هي مغلباك. طبعًا يا أصدقائي السؤال اللي اتكرر كتير جدًا، 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 إن أنا دلوقتي بافكر أركّب شبكة هوائية، هل هي مضمونة، هل هي كويسة، هي شغالة كويس، الكلام ده كله. عايز أقول لك يا صديقي أنت وحظك، يعني الشبكة دي أنت وحظك والله العظيم وحسب المكان اللي أنت هتشترك منه. في شبكات على فكرة مستمرة وشغالة أدي لها فترة كبيرة جدًا حوالي 5، 6، 7 سنين شغالة زي الفل وما فيش فيها أي مشكلة، لكن في نفس الوقت تمام، قبل ما تكلّف نفسك وتصرف فلوس علشان حوار الشبكة ده طبعًا ده في البداية هيكلّفك أقل حاجة فوق ال1000 جنيه، ده الكلام ده في حالة إن الفني هو اللي هيجيب لك الطلبات، يعني الفني هيروح يجيب لك الريسيفر وهيجيب لك العدسة وهيجيب لك الدايزك وهيدّيك اشتراك مثلًا سواء 3 شهور أو شهر وهيكلّفك في البداية، ففي الأول قبل ما تركّب أي حاجة الفني المفروض يقول لك الشبكة دي 1، 2، 3 بمعنى إن الشبكة دي ممكن يحصل فيها مشكلة، ممكن أنت تركّب النهارده تاني يوم الشبكة مثلًا تتمسك، يبقى كده شكرًا المصنعية راحت عليك، كل حاجة راحت عليك ما عدا الحاجة اللي أنت ركّبتها. طيب أعطال الشبكة برضه ليها أعطال، زي ما أي حاجة في الدنيا ليها أعطال يعني أو ليها مميزات أو ليها عيوب.
أنت ممكن تركّب الشبكة وتلاقي عندك في تنتيشة، في تقطيعة، في ضغط على الشبكة، فالفني المفروض يقول لك على كل الكلام ده كله علشان بعد كده ما تقولش ما حدش قال لي، لأ، أنا باركّب لحد شبكة، في الأول باقول له خلّي بالك الشبكة دي عيوبها كذا، 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 عشان مش كل شوية تتصل بيّا، لإن ممكن يحصل مشكلة في الشبكة دي، وهتلاقي حوالي 200 واحد، 300 واحد أنا مركّب ليهم الشبكة بيرنّوا عليّا في نفس الوقت، فأنا باعمل إيه، باعمل علشان ما حدش يرن عليّا ويقول لي ده في مشكلة، لأ، لو مشكلة من المصدر ما فيش مشكلة. وفي نفس الوقت باكون مثلًا عامل جروب أو عامل صفحة بانزّل فيها أي مشكلة بتبقى في الشبكة اللي الناس مشتركة معايا فيها. المهم خلاصة الموضوع في الشبكة ده يا جماعة، الشبكة شغالة كويس ما فيش مشكلة، لكن برضه على حسب الشبكة اللي أنت مشترك منها أو الناس اللي أنت مشترك منها. في شبكات بيبقى فيها أعطال وفي شبكات بتبقى مثلًا مستقرة وممكن الشبكة في أي لحظة تتمسك. طبعًا الناس اللي سألتني هل الشبكة دي آمنة مش آمنة، يعني الشبكة دي حلال يا جماعة ما لناش دعوة بالقصة دي، إحنا حلال حرام مش قصتنا، مش عاوزين نخش في حاجة إحنا ما نفهمش فيها، الحلال والحرام ده طبعًا يعرفه ربنا ما لناش دعوة بيه، لكن عاوز أقول لك إن هي الشبكة بتبقى شغالة كويس، لكن في لحظة ممكن الشبكة تتمسك أو يحصل لها مشكلة، أو في جهاز من الأجهزة اللي هي شغالة اللي بتبث أو عامةً مش عاوز أذكر أسامي أجهزة والقصة الطويلة دي، يحصل فيها مشكلة، فوارد إن إيه، هيحصل مشكلة في الشبكة نفسها، فكده، كده هتأثّر عليك أنت. لكن هي مستقرة، يعني من نسبة هي مستقرة، هي حاليًا مستقرة بس مش في كل مكان، يعني في أماكن الشبكة دي بتبقى العين عليها تمام، أو في مكان بيكون معروفة، في طبعًا بعض الشبكات بتكون مخفية أو ما حدش يعرف أماكنها فين أو صحابها فين أو الكلام ده كله، يعني ده يا جماعة والله موضوع كبير جدًا مش عاوز أخش في تفاصيله، لأن أنا مش هينفع أحكيه أصلًا في فيديو، فأنت قبل ما تركّب شبكة هوائية اسأل عن كل حاجة تمام، أنت مش بعد ما تركّب النهارده وتشترك 3 شهور وتدفع فلوس وتتكلّف، تلاقي نفْسك هوب تاني يوم الشبكة قطّعت منّك، فصلت منّك، الجهاز مش عارف حصل له مشكلة، اتحرقت، تيجي ترن على الفني ما يرضوش يرد عليك، تكلّم صاحب الشبكة ما يرضوش يرد عليك، لإن ما حدش أنت فضيلك أصلًا، ما تفتكرش إن أنت بس اللي مشترك في الشبكة دي، دي آلافات من الناس بتبقى مشتركة، يعني ما أعتقدش إن فني في يوم هتحصل عندك مشكلة هتلاقي كل الزباين اللي مشتركة عنده بيرنّوا عليه في نفْس الوقت، طَب هو هيرد على مين والّا مين؟ فبالتالي لازم أنت تبقى عارف كل الكلام ده كله قبل ما تركّب الشبكة، إن ليها أعطال وليها عيوب وليها برضه بعض المميزات. والسؤال يا جماعة اللي جه لي كتير طبعًا، أنا إزاي دلوقتي أعرف تاريخ الانتهاء بتاعي لو أنا مركّب شبكة هوائية أو هتنتهي متى؟ لو أنت عندك مثلًا معالج GX زي كده، بتخش على كلمة التركيب وبعد كده بتخش على الإعدادات الإعداد الأخير ده هيبقى ظاهر عندك طبعًا، هتخش أوكي هنا، هنا هتلاقي طبعًا إيه، أهو هتلاقي التاريخ عندك موجود تمام، هتلاقي في تاريخ هنا باكندون لأن أنا مش مشترك طبعًا في الشبكة دلوقتي حاليًا تمام، هتلاقي هنا تاريخ الانتهاء والابتداء تاريخ الانتهاء قصدي تمام، هتعرف مثلًا هتجدد إمتى، ليه أنا باقول لك لازم تعرف الموضوع ده تمام، أو تخش عندك على البطاقة الذكية لو أنت معالج Sun+ هتلاقي تخش عندك على البطاقة الذكية هتلاقي التاريخ بتاع الانتهاء، ليه؟ لأن أنت الشبكة ممكن تفصل منك مرّة واحدة وما تعرفش إن الاشتراك بتاعك خلص، فأنت طبعًا هتروح مكلم الفني والكلام ده كله، فأنت لازم تبقى عارف التاريخ بتاعك هيخلص إمتى، سواء على معالج GX أو أي معالج تاني أو فانيلا أو Sun+. دي طبعًا ناس كتير سألتني عليها إزاي باعرف تاريخ الانتهاء بتاعي أو هاجدد إمتى، أهي هتلاقيها في كلمة التركيب زي ما أنت شايفها كده قدامك أو في البطاقة الذكية أو عندك في لو أنت عندك مثلًا Gshare. من ضمن برضه الأسئلة اللي جات لي أصدقائي، واحد بيقول لي إن أنا عامل سلك الدِش بتاعي في خراطيم أو الأسلاك مدفونة عندي جوّه الشقة أو جوّه البيت، تمام، عاوز أقول لك يا غالي إن أنت دلوقتي فوق آدي العدسة بتاعة الشبكة الهوائية بينزل منها سلك تمام أهو، وأكيد أنت 100% مركّب طبق نايل سات فوق السطح، خلاص، طيب الطبق اللي أنت مركّبه ده أكيد فيه طبعًا سلك نازل عندك أكيد في المنور، يعني هتلاقي في حتّة كده فيه موجودة، يعني السلك مش كلّه مدفون لآخر العدسة، لأ أكيد هتلاقي سايب متر، 2، 3، 4 وبعد كده بيضطر يخش بعد كده في الحيطان أو بيبقى مدفون في الحيطان، تمام، طيب أنت عاوز تركّب دلوقتي الشبكة الهوائية ومش عاوز تنزّل سلك، لأ يا صديقي عاوز أقول لك إن في دايزك بيركب، يعني أدي الشبكة الهوائية أهي باخد منها السلك بتاعها كده، وباجيب السلك بتاع النايل سات أهو، زي ما أنت شايف كده، باجيب السلكين أهو، أدي النايل سات وأدي الشبكة الهوائية، وباركّب هنا دايزك أهو، باركّب دايزك زي ما أنت شايف كده، الموضوع بسيط جدًا يعني، بس كل الموضوع وأنت بعد كده في الريسيفر تحت هتتحكم في كل حاجة من الريموت، بتختار مثلًا النايل سات أهو، النايل سات دوّاتي مثلًا رقم 1 والشبكة الهوائية رقم 2 تمام، يعني هو سلك واحد بس اللي بينزل عندك لتحت، مش هتنزّل سلكين. فتمام، ده رَدًا مثلًا على السؤال، يعني ما تقلقش خالص ولا في سلك هيظهر عندك في الشقة ولا الكلام ده كلّه، كل حاجة بتبقى فوق السطح تمام، والدايزك بيتجمّع فوق وبيتحط مثلًا تحت الطبق وبيتلف بشكرتون والكلام ده كلّه، فما تقلقش من النقطة دي خالص يعني.
نيجي طبعًا يا أصدقائي لآخر سؤال، وعاوزين نركّز مع بعض في السؤال ده يا جماعة، عشان ناس كتير برضه سألت عليه. دلوقتي أنا عايز أركّب شبكة هوائية، أركّبها بعدسة بس والّا بطبق؟ عايز أقول لك يا صديقي كل حاجة من دول ليها مميز لوحدها. يعني أنا دلوقتي لو هاركّب شبكة هوائية، الأحسن يعني أنا شايف إن الأحسن ممكن تركّب بطبق. ليه إحنا بنركّب يا جماعة بطبق؟ الطبق طبعًا بيجيب على مسافات أبعد. يعني أنت لو الشبكة بعيدة عنك بمسافة كبيرة، يبقى غصبٍ عنك هتركّب طبق. طيب لو مركّب أنت مثلًا الشبكة جنبك، يعني الشبكة قريبة منك جدًا، مش محتاج تركّب طبق. هتركّب العدسة دي بس كده على أي ماسورة أو أي عصاية أو في ضهر الطبق. فالمهم إن القصة كلّها يا جماعة تمام، مش إن أنت تركّب العدسة بتاعتك الشبكة قصدي في طبق أو في عدسة لأ. أهم حاجة في الإشارة عندك علشان تكون مستقرة تمام، وتكون 10/10 ما تبُصّش للإشارة لأ. لمّا أنت تجيب الإشارة عندك هتلاقي جنب إنفو الإشارة أو تكبير الإشارة عندك، هتلاقي في حاجة اسمها الDP. الDP دي اللي هي هاورّيها لك برضه دلوقتي، اللي هي مسؤولة عن قوة وجودة الإشارة واستقرار الإشارة. مش معناها إن الإشارة عندك 90 يبقى كده الإشارة زي الفل، لأ هاورّيها لك برضه دلوقتي. ثواني بس أفتح الreceiver وأورّيها لك. فطبعًا يا جماعة هنبُص على حاجة هنا. بُصّوا زي ما شايفين قدّامنا كده في حاجة اسمها هنا الDP. الDP زي ما شايفين هنا هتلاقي جنبيه رقم، هتلاقي فيه 10، فيه 9، فيه 8، فيه 16، فيه 19، فيه 20، وهنا البير هتلاقيه 0. 0 هنا يعني معدل الأخطاء ما فيش خالص تمام. فعندك أنت كده الجودة 10/10 والقوة 10/10. فكل ما زاد الDP ده اللي هو الرقم اللي قدّامك ده هتلاقيه عندك مثلًا إيه، في أي receiver هتلاقيه لو receiver Sunplus أو أي معالج تمام. إن كده جودة الإشارة عندك والقوة ممتازين. يعني كل ما زاد الرقم ده اللي هو مكتوب جنبه 16 دي بي، كل ما الرقم ده زاد عندك كل طبعا ما كان أفضل، والإشارة عندك والقوة هتبقى مستقرة زي ما أنت شايف كده. يعني هتلاقي عندك السلك ثابت ما فيهوش أهو زي ما أنتم شايفينه كده قدامنا. عندك آدي الإشارة اللي جاية مثلا من العدسة المعدلة تمام، أو الشبكة الهوائية، وآدي السلك أهو تمام ثابتين. فأهم حاجة يا جماعة الدي بي ده أهو. هتبُص عندك كده ممكن تلاقيه 8، 9، 10، 11 أهو واضح قدامنا. حتى هتلاقيه برضه موجود على النايل سات أو على أي قمر تاني أنت مركّبه. المهم مش قصة الإشارة إن أنت هتقول لي الإشارة عندي جاية 97 و80 والكلام ده كله. أهم حاجة تركّز على الDP ده أهو. الDP ده كل ما كان الرقم ده أعلى كل ما كده بيكون عندك استقرار في قوة وجودة الإشارة. دي اللي نركّز عليها. المهم خلاصة الكلام يا جماعة، أنت حسب المكان اللي أنت فيه. لو أنت في مكان واطي تمام، والشبكة بعيدة عنك هتحتاج تركّب طبقة تمام. قريّبة منك ومسافة قريّبة بتركّب عدسة من غير طبقة. يا رب يا جماعة أكون شرحت كل حاجة في الفيديو. لو في أي أسئلة تاني إن شاء الله هاجمّعها في فيديو تاني ونعمل لها فيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.